انت قلتي عويل ولسانه طويل. ده كان ردا على ايه؟ المثل جه في دماغك ازاي يا هند يعني في لحظتها؟ انا قلت لك بعرف ارد من وانا صغير. يعني حسيت انه ايه المثل ده جابته منين في اللحظه دي؟ يعني كان ليا صديقتي اللي هي معايا طول سنين الجامعه، يعني انتمتي، كانت تقول لي اللي بيسمعك تردي يفتكر ان انت قاعده بتحضري الرد بقالك شهر. هي الفكره ان هو يعني انت اسرائيلي وكيان ولا تلتزم بالمعايير الدوليه ولا حتى القرارات اللي صدرت عن الامم المتحده ومجلس الامن، وفي الحرب اباده جماعيه بمنظور المنظمات الدوليه اللي هي مثلا محكمه العدل او المحكمه الجنائيه. فتيجي بقى في المنطقه تقول لي اصل مصر ما ينفعش تعمل كده وايران ما ينفعش تعمل كده ومين يعني فقلت له يعني بجد هو عندي برضو كان عندي 30 ثانيه اللي ما بيخلصوش 30 ثانيه تردي. حتى المذيع قالها وقتها. قلت له يعني بنطبق عليك المثل الشعبي عويل ولسانه طويل، يعني انت كيان مصطنع في المنطقه واتيت لتعلم دول الحضارات كايران او كمصر ماذا نفعل وماذا لا نفعل. يعني لو الشرق الاوسط مش عاجبك خدهم وامشي، كل واحد يرجع لبلده. ردك الاخير بان اسرائيل ينطبق عليها المثل الشعبي المصري، إسرائيل ينطبق عليها المثل الشعبي المصري عويل ولسانه طويل. هي كيان مصطنع في منطقة الشرق الأوسط قادمة لتعلم دول الحضارات كإيران وكمصر ماذا تفعل وماذا لا تفعل في منطقة الشرق الأوسط. إذا كان إسرائيل مستاءة من الوضع فعليها أن ترحل، تاخد شعبها اللي لمته من كل شتات الأرض وترحل من المنطقة.